إذا انتهت مقابلة المغرب وفريق الزامبي، وكيف كتعرفوا بالنتيجة إيجابية، انتصار مكن المنتخب المغربي وكذلك أشبال وليد الركراكي من تصدر المجموعة السادسة. إذا سيكون اللقاء يعني مستقبلا مع فريق جنوب افريقيا، هذا الفريق الذي نعرفه جيدا ويعرف كذلك المنتخب الوطني. اذا كانت المقابله يعني جد صعبه بالنسبه للفريق الوطني. كنا انني احنا احسن من الفريق الزومبي في الشوط الاول، ولكن الشوط الثاني كان هناك يعني صعوبات وجدها الفريق الوطني من اجل تسجيل الهدف الثاني. اذا تعالوا معي كذلك لناخذ راي بعض الزملاء في هذه المقابله. مبروك التأهل مستحق، تأهل عن جدارة واستحقاق. والاجمل من ذلك هو ان المغرب فرح الشعب نتاع الكوت ديفوار، هذا الشعب الجميل المضياف الرائع اللي يستاهل الفرحه. المغرب تأهل معاه الكوت ديفوار وشفنا اجواء رائعه. اللاعبين قاموا بمباراه بطوليه، حاولوا انهم يتجاوزوا الصعاب اللي كانوا لقاوها في اللقاء السابق. اليوم بالرغم من ان اللقاء كان بالليل الا ان الحراره مازال مرتفعه، لكن اهم شيء اننا خرجنا بدون اصابات. كان عندنا مشكل تاع البطاقه الصفراء تم تجاوزه، حتى واحد ما غيكون موقف في الدور الثاني. لكن للاسف الشديد رغم هذه الفرحه فكان هناك نبأ اللي عكر الاجواء والمزاج نتاع المغاربه شيئا ما، هو توقيف وليد الركراكي لاربع مباريات، جوج المباريات نافذات، وحده منهم اليوم ما كانش في الموندوتوش ونابع عليه الطاقم التقني. فالتساؤل اللي كاين هو ان لاكاف صراحه فاجأت الجميع بهذا القرار. كيفاش خدات هذا القرار بهذه السرعه؟ بناء على اي معطيات خدات هذا القرار في الوقت اللي جميع التسجيلات اللي شفنا واللي شان انترناسيونال اللي نقلات واحد المجموعه نتاع اللقطات؟ فوليد الركراكي لا اظن انه يستحق هذا التوقيف. وكذلك كاين نماذج قبل في العالم كامل، شفنا النموذج نتاع النقاش اللي كان وقع بين هولندا والارجنتين في كاس العالم. الفيفا ما خداتش مثل هذه الخطوات اللي خداتها الكاف، وبالتالي هذه المساله كتعطينا واحد المجموعه تاع التساؤلات حنا كمغاربه، ولكن كتسد في نفس الوقت الفم لمجموعه تاع الاعداء نتاع المغرب اللي كيقولوا بان المغرب راه كيتحكم في الكاف، بان المغرب هو اللي كيصدر القرارات. المغرب هذه السنه بالضبط انا شخصيا واتحمل كامل المسؤوليه ديالي، اكبر متضرر من قرارات الكاف راه هو المغرب، لا من ناحيه الانديه لا من ناحيه تاع جوائز الكاف اللي بونو يستحق انه يكون هو افضل لاعب في افريقيا هو اليوم وليد الركراكي. وبالتالي فهذه المساله كلها كتدل على ان المغرب كيلتزم بالقوانين، كيتقبل القرارات، لكنه سيدافع عن نفسه. وهنا كنحييو وكان يعني كنشيدوا بالقرار تاع الجامعه الملكيه اللي البلاغ ديالها كان واضح بان هذا التوقيف يعني كما قالت في المصطلح اللي قالت فيه غير منصف، هو الاستئناف نتاع الجامعه في محله. حقيقه المنتخب المغربي قدم مجهود مغاير نوعا ما اللي شفناه في المباراه الاخيره امام الكونغو الديمقراطيه، بالرغم من غياب ديال 9 عناصر محوريين. نتحدث عن عميد رومان سايس، نتحدث عن سليمه ملاح، وعن يعني يوسف النصيري. المنتخب المغربي ربما اليوم شفنا عناصر اللي حاولت انها تقدم الجديد، يعني اقحام من سعد الحميد على مستوى خط الدفاع، ايضا الصباري اللي شفناه تحرك كثير في الجوله الاولى، وايوب الكعبي اللي قام بدور كبير يعني في زعزعه وارباك دفاع الخصم. على اي الهدف اللي سجلوا ربما يعني حكيم زياش حرر لاعبين. شفنا نهايه جوله اولى متحركه، خلق عديد من الفرص، ولكن ربما هذا هو اللي يعني اكد عليه الجميع، وهو ان المنتخب المغربي للاسف لحد الان لا يترجم كل الفرص التي تتاح اليه. وربما هذا هو الورش الكبير للطاقم التقني بالنسبه للوليد الركراكي وايضا للطاقم المرافق له. وليد الركراكي اللي شفناه اليوم غائب عن دكه الاحتياط في اطار هذا القرار، دعنا نقول مجحف في حق وليد الركراكي من قبل الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. واظن ان الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم في ظل كل هذه الضغوطات المفروضه من العديد من الجهات والتلميح لربما دور كبير للمغرب في الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم، يعني الكاف ارادت ان تبين العكس بهذا القرار المجحف والصارم والقاسي في حق
حق يعني الناخب المغربي وليد الركراكي. كنا شفناه في الندوه الصحفيه كيفاش كان متاثر لما تحدث على ما حدث في عقب المباراه، وقال وكنا تبعنا ذلك بانه يعني غير راضي لما وقع، وانه هناك يعني كان سوء تفاهم بينه وبين اللاعب، وبالتالي ف ما عرفتش واش الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم خدات بعين الاعتبار ايضا تصرف المشين ديال اللاعب مبيمبا لاعب المنتخب الكونغو. على اي الجامعه الملكيه المغربيه قدمت طعن في هذا القرار ديال توقيف المباراه الاربع مباريات مع مباراتين موقوفه التنفيذ، والحديث ربما عن امكانيه التخفيض من هذه العقوبه الى مباراه واحده فقط. مبروك لينا مبروك المغاربه كاملين، هذا الفوز المستحق والتاهل المستحق. المباراه كانت صعيبه لكن الحمد لله عرف رشيد بن محمود كيدير التكتيك المباراه وياخذها اقل الاضرار. كذلك تفاجئنا بوليد الركراكي اللي كان فوق، لكن الحمد لله جراو بجوج مباراه اللي كانت بكل صراحه مستحقه، فوز مستحق. كذلك هنيئا للاشقاء الايفواريين بالتاهل، لان جميع الايفواريين احنا بالاسف سان بيدرو كلشي كيقول لك كلشي كان يشجع المغرب، حنا كنا هو الحل. الحمد لله كانت تمت المهمه بنجاح. المباراه صعيبه ان شاء الله المقبله امام جنوب افريقيا، حنا كنعرفوا هذا الخصم مزيان ديجا خسرنا معاه، لكن الجواب ديال رشيد بن محمود على هذه القضيه هذه بان المنتخب ما كانش عنده نفس ليفيكتيف، لكن هذه المره حاضر. اذا كلنا وراء اسود الاطلس، قلب واحد ان شاء الله من اجل الذهاب لابعد مدى، وهو الهدف ديالنا ان شاء الله هو حمل كاس افريقيا ان شاء الله. تحيه لكم مشاهدينا الكرام.